عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال لما طعن فحاولوا إيقاظه، قد أغمي عليه بسبب كثرة النزيف وخروج الدم وشدة الطعنة والضربة التي حصلت له، حاولوا إيقاظه: يا عمر يا فلان، فلم يفق. فقال لهم أحد الصحابة رضي الله عنهم: إذا أردتم إيقاظه فنادوا بالصلاة. فقالوا: يا عمر الصلاة، أفاق. لما سمع كلمة الصلاة أفاق رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فلا ينبغي للشخص العاقل أن يبقى يغالط نفسه، نعم، يتلاعب بالصلاة ويضيعها وينام عنها ولا يؤديها كما أمره الله جل وعلا، ما يدري إلا وقد هجم عليه ملك الموت وهو قاطع للصلاة بعيد عن الله، قد قطع صلته به سبحانه وتعالى.